النصر يتعادل مع نادي أبها نتيجة 2-2. تعادل غريب ومخيب للآمال. بس قبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. خلونا نوصل لهدفنا 20,000 مشترك قبل بداية كأس آسيا، ويلا نبدأ. المباراة بدأت حامية. في الدقيقة 3 النصر سجل الهدف الأول. كعب كريستيانو حكاية ثانية، وتصرف بروز السليم بالكرة، وإنهاء أنيق جدا من أوتافيو. النصر في المباراة هذه طغى بشكل مخيف، هجمة ورا هجمة، هجمة ورا هجمة. أبها بيبني هجمة ما هو قادر. النصر على طول يقطع الكرة ويروح يبني هجمة. مرة كانوا ضاغطين على أبها وحاشرينهم في مناطقهم، وأنا ما أعرف أقول يعني ما صار شيء في الشوط الأول غير إنه النصر كان ضاغط على نادي أبها، ما في شيء تاني صار في الشوط الأول. وعلى هذا الحال النصر ضاغط ويحاول يجيب الهدف الثاني، لين جات الدقيقة 28 وهدف تاليسكا جاء. حتى بعد هدف تاليسكا النصر كان ضاغط، كان يلعب كورة حلوة، ضيعوا فرص كتير للأمانة. لين جات الدقيقة 34 سبحان الله جاء بلنتي لنادي أبها. والله البلنتي ما له داعي مرة، وأكيد طبعا سجل منها هدف. يعني أنا حابب أتكلم عن كم موضوع الصراحة. يعني موضوع نواف العقيلي. نواف العقيلي حارس ممتاز ما حد يختلف عليه يعني، بس المباريات الأخيرة صار لازم يلقوا هدف، بس عشان ما يغلطوا. مو كلها أغلاط منه، بعض الأحيان تيجي أغلاط من الدفاع، بس برضه في نفس الوقت في بعض أهداف أغلاط منه يعني. والموضوع الثاني موضوع عرضيات تلس. يا إخوان تلس عرضياته سيئة مرة. فين هذا اللي يقول تلس عرضياته سم؟ ودي إنهم يسوي إحصائية تلس كم عرضية عرضها صح. ما أدري ليش عرضياته دائما تيجي قصيرة كذا. عرضيات أيمن يحيى أحسن منه، بس للأمانة تلس دفاعيا كويس. يعني لما اشوفه موجود احس بالامان نوعا ما. وبعدين بدا الشوط الثاني. النصر في الشوط الثاني هدى الريتم، حاول يستحوذ على الكرة اكثر، وبرضه حاولوا يجيبوا الهدف الثالث عشان يأمنوا النتيجة. النصر على عكس العادة كانوا مركزين على الجهة ماني اكثر، اللي هي الجهة اليسرى، عكس دائما اللي كانوا يركزوا فيها على الجهة سلطان غنام. حتى في الشوط الثاني النصر كان ماسك اللعب وضيع فرص بالهبل. بعض الكور تضيع عشان تصرف اللاعب كان سيء، وبعضها يضيع مدري كيف. كريستيانو سجل هدف بس طلع تسلل، وهذا موضوع تاني ودي اتكلم عنه. كريستيانو والتسلل. كريستيانو ليش دائما يطلع متسلل؟ كريستيانو يمكن اكتر لاعب في الدوري السعودي يتسلل. هل عشان هو يكون متقدم، ولا عشان اللعيبة يمرروا متأخر؟ والله ما ادري. وفي الوقت بدل الضايع ابغى يجيك ويسجل هدف التعادل. والله الهدف فيه قهر، جاء في وقت مرة غلط. يعني حتى انت بتعدل النتيجة ما تقدر، ما في وقت زي كذا تضيع تلقوم معروفة. والنصر ضيع كثير مرة. لو النصر استغل ربع الفرص كان خرج بنتيجة 5 على الأقل. ما أدري إيش أقول، أحس إني كلجت كثير في الفيديو. وهنا نيجي لموضوع الدفاع. يا إخوان دفاعنا سيء، بس إيش المشكلة فيه ماني عارف. لما تشوف اللعيبة كلهم لعيبة ممتازين ومميزين. لا جامي أفضل مدافع محلي عندنا، ولابورت ممتاز مسوي شغله. حتى تلس، حتى سلطان الغنام اليوم شال هدف محقق لنادي أبها. بس ايش المشكلة ماني عارف. دائما الهجمات المرتدة تسوي لنا مشكلة، مو بس في مباراة أبها، حتى المباريات اللي راحت. أكبر غلط صار في المباراة تبديل ماني مع بروزوفيتش. يعني أفضل لاعبين عنده طلعهم ليش؟ ماني هو اللاعب الوحيد اللي قاعد يتحرك جهة اليسار، هو اللي قاعد يصنع الفرص، هو اللي قاعد يزعج المدافعين، هو اللي صنع هدف تاليسكا. غريب ما سوى شيء من يوم ما نزل. غريب مشكلته انه في الالتحامات البدنية مرة سيء، ما يقدر يلتحم بدنيا مع اي واحد عكس ماني. حتى بروزوفيتش ليش تغيره؟ انت خلاص كده سلمت وسط الملعب لنادي ابها. والله ما ادري. اكبر غلط انك غيرت النفرين هذول. والله اكبر غلط انك غيرت اللاعبين هذول يا كاسترو. رب التيفو مرة قهرني. التيفو حلو كل شيء، بس الترتيب والتنظيم كان مرة تعبان. هم قالوا انه بروزوفيتش اول ما يدخل الملعب بيسوي احتفاليته، بعدين الجمهور بيرفع التيفو ويشغل الالعاب النارية. بس اللي صار مرة الجمهور رفع التيفو لحاله، بروزوفيتش ما ادري متى سوى احتفاليته. مرة الموضوع كان ملخبط صراحة. عموما هارد لك نصراوية، معوضين خير ان شاء الله. المعادلة معروفة، تضيع تلقوم زي كذا. هنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. اليوم تكلمنا عن مباراة النصر وابها وقلنا ايش صار فيها. وختاما اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة وانشر المقطع للناس المهتمة بالدوري السعودي وبنادي النصر. وفي امان الله ومع السلامة.